توزني ليه الصبح والظهر وبالليل يا فندم؟ وبعدين حضرتك بتوزني ايه؟ طالعه بتوزني ايه؟ هو العقاب اللي هعاقب نفسي بيه انا لا استحق، انا شخص فاشل، انا بوظت الدنيا، والدنيا بقى تقلب لايه؟ all or none rule، يعني يا همشي مظبوط 100% وكمان لله وحده بس انا لازم اوصل للكمال، يا اما هعك الدنيا خالص، وما بين الصراع وما بين القلق وما بين التوتر وما بين ايماني ويقيني ان انا مش هقدر اوصل، دايره ارتداد الوزن بتبقى. فكره برضو انا عايزه اربط الميزان بتقديري لذاتي، يعني الناس عندها اوبسيشن رهيب او وسواس، احنا في بعض الاحيان بنتساءل مع الاطباء النفسيين هل الموضوع OCD، يعني هل الناس اللي بتحاول تتحكم في وزنها الموضوع معاهم بيقلب وسواس قهري مع الميزان؟ توزني ليه الصبح والظهر وبالليل يا فندم؟ وبعدين حضرتك بتوزني ايه؟ طالعه بتوزني ايه؟ طب حضرتك عندك علم انك الميزان ده لو حركتي من مكانه من سيراميكا لسيراميكا هيختلف، ممكن ينزل 2 كيلو او يطلع 2 كيلو؟ عندك علم؟ عارفه. طب تعملي ايه لما تعرفي؟ مثبته السيراميكا يا فندم. لا، يعني الرساله هنا انه مش اكيوريت، هو مش دقيق، انت فاهمه غلط. هنا في ربط شديد ما بين الرقم اللي انا بشوفه على الميزان وما بين قيمتي وتقديري لذاتي، ودي اكتر حاجه بتفشل الايه؟ الدايتر او الانسان اللي بيحاول يخس، لانه دايما رابط ان هو المفروض ينزل بمعدل معين، ولو ما نزلهوش يبقى هو كده فاشل، يدخل في نوبه القلق والتوتر، بعدها الاكل العاطفي، بعدها الاول اور نون رول، بعدها يجي لي اصل انا وزنت من يومين لقيت نفسي مش عارفه ايه فبقى لي يومين باكل شوكولاته، انا حاسس ان انا فشلت.